احنا دلوقتي معانا تليفونيا طالبة متفوقة. جميل. ملك سامح عزب. ملوكة، الو. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى، عرفي نفسك كده، انت في سنة كام؟ وادي كده مقدمة عن نفسك. انا ملك سامح كامل عزب، سكندري 2 في ثانية ثانوي. ايوه. بحب الموسيقى. جميل. يعني تقريبا مش عارفه اقول ايه تاني، بس هو ده يعني ملخص عني يعني. طيب جميل. بتحبي الموسيقى، بتعملي ايه عشان بتحبي الموسيقى؟ هو انا بعزف. بتعزفي ايه؟ بعزف اورج. بتعزفي اورج، ما شاء الله عليكي، ما شاء الله. بتنمي المهارة دي ازاي؟ بتدرب عليها من فترة لفترة، وبتابع موسيقيين يعني بحاول اتعلم منهم على قد ما اقدر وكده يعني. طيب جميل جدا يا وقتها ازاي بقى مع الدراسة؟ اول بتدرب على الموسيقى في الاجازة، يعني ببقى فاصلة ما بين الاثنين، والدراسة بحاول اوفق لها وقت في موعدها، والموسيقى في موعدها، يعني بنظم مواعيدي. جميل. وهي متفوقة ما شاء الله. بابا وماما موافقين ومشجعين الموضوع دوت؟ ده هي ماما هي اصلا اللي حطتني على المجال ده، يعني هي كانت دايما تشوفني ان انا بسمع الموسيقى وبحب الموسيقى، فقالت لي خلاص انا هخليكي تعلمي آلة يعني. جميل. طيب جميل جدا. يعني قولي لي بقى يا ملوكة، انت عندك كام سنة؟ انا عندي 16 سنة. عندك 16 سنة، يعني السن ده سن يعتبر سن المراهقة. ماشي. بس انا مش بحب كلمة المراهقة دي، هي اسمها تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية. يعني انت يا ملك بقى اتعلمتي ايه من بابا وماما في السن ده، وايه اللي تطلبيه منهم؟ انا اتعلمت ان انا اقدر ازاي اشيل مسؤولية، ازاي ان انا اخاف على اخواتي ودايما اكون واخده بالي منهم، ازاي اقدر افصل ما بين الهواية بتاعتي ودراستي، ان انا اقدر على قد ما انا يعني اساعد الناس، يعني افعل الخير جميل جدا ان انت تعملي الخير، دي حاجة حلوة قوي. الاباء بيعلموها للابناء، يعني ربنا يعني يكرم بابا وماما، لان زرع الخير في الابناء دي حاجة جميلة، العطاء. طبعا طبعا. ايه اللي ممكن يزعلك من بابا وماما يا ملك؟ اللي ممكن يزعلني ان هم ما يهتموش بيا فترة. ما يهتموش بيكي فترة؟ ازاي يعني؟ يعملوا ايه؟ ان انا اشغلهم يعني يركزوا في شغلهم اكتر وكده، يبقى مهتمين قوي بشغلهم ويعني يطنشوا لي فترة كده يعني. طب انت بتعملي ايه بقى عشان تلفتي انتباههم؟ يعني بفضل كل شوية ازيكم عاملين ايه، افضل اقعد اتكلم معاهم شوية، افكرهم بنفسي يعني. انت الاخت الكبيرة، البنت الكبيرة؟ هي البنوتة الكبيرة. في فرق بينك وبين اخواتك؟ فرق سن. على العموم يا ملوكة، يعني طبعا يعني اكيد هم مش قاصدين حاجة زي كده، وخاصة ان ماما يعني حطتك على اول طريق الموسيقى، وان انت تنمي الموهبة عندك. والنهاردة عيد ميلاد ملك. كل سنة وانت طيبة يا ملك. كل سنة وانت طيبة يا ملوكة. حضرتك طيبة بخير يا رب. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. يعني انا بتمنى لك ان انت تكوني عازفة موسيقية كبيرة جدا، واتمنى لك ان انت متفوقة وناجحة جدا في دراستك، ان انت تزدادي تفوق. انا بقدمك كنموذج، يعني انا نفسي اقدم 20 و100 ومليون نموذج. هنلاقي نموذج جميل من ملك. وعايزه اقول لك يا ملك، علشان مش بنلفت نظر بابا وماما واقول لهم ازيكم اخباركم ايه، هقول لك على حاجه ذكيه. ايه الموضوع اللي ممكن يلفت انتباه ماما وبابا؟ تجهزي له كويس قوي، وتتفقوا على وقت تقعدوا تتناقشوا في حاجه زي كده. دي هتبقى فرصة انك تثبتي ليهم ان فعلا هم عرفوا يربوا، هم فعلا عرفوا يربوا. في نفس الوقت هنوجد نقطة اهتمام للاب والام، ان هم يبقوا شغوفين ان هم كل فترة ملك عندها موضوع هتجمعنا عليه، واخواتك هيعملوا زيك، لان انت هتبقي قدوة لاخواتك الصغيرين ان شاء الله. كل سنة وانت طيبة يا ملوكة. عقبال 100 سنة يا حبيبتي. ماشي حبيبتي، باي باي، سلام. مع السلامة. نسمع كده اغنية